السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اولا كده صلوا بينا على النبي. النهارده وقفة عرفات، كل سنة وانتم طيبين وجميع الأمة الإسلامية بخير. هنا هنعمل مع بعض رقاق باللحمة المفرومة زي ما شفتوا في اول الفيديو. معايا هنا صينية على النار ونار تكون عالية، وهنزل بقى بكمية محترمة كده من البصل متقطع مكعبات وسط. انا ما بحبش افرمه في الكبة للعصاج، بحبه يكون وسط، لا كبير ولا صغير. هدني اشوح في البصلايه كده لحد لما تاخد لون بسيط جدا، وبعد كده هبقى انزل عليها باللحمه بس لما تاخد يدوب تدبل كده وتاخد لون ذهبي فاتح جدا. هنا هنزل، انا كان عندي جايبه لحمه مفرومه، عندي نص كيلو، فصراحة طلعت ربع لان انا هعمل صينية صغيرة مش كبيرة، يعني فهنستخدم في الوصفة ربع كيلو لحمة. ادي البصل بقى بعد ما خد اللون الخفيف اللي قلتلكم عليه، هبدأ بقى انزل باللحمة. بس انا بحب على طول انزل بالبصل الاول علشان اديله تشويحه كده ويدبل. معايا هنا التوابل اللي هستخدمها: معلقه من البهارات الكفته، ونص معلقه من بهارات اللحمه، ونص معلقه من الفلفل الاسمر، ونص معلقه من البابريكا، ونص معلقه من السبع بهارات، ونص معلقه من الملح. كده انا نزلت باللحمه معايا، هديها تقليبه كده لحد لما تفك معايا، وابدا انزل بالبهارات، بس مش هنزل بيها دلوقتي الا لما اللحمه تفك. كده هديها تقليبتين كده. كل ما بتقلبي كل ما بتفك معاكي اكتر زي ما انتوا شايفين كده. هنزل بقى بالتوابل وافضل بقى اقلب. على فكرة نسيت، انا حطيت قرفة، نص معلقة صغيرة من القرفة، بتخليها طعمها وريحتها في حتة تانية خالص. جربيها بالذات في العصاق كده لما تضيفي القرفة. هي اوريدي القرفة لما بتضاف على لحمة او اي حاجة بتعمليها طبيخ او كده بتخلي ريحته حلو قوي، ما بالك بقى مع العصاج والتوابل اللي احنا حاطينها بتخليها طعمها جميل. حلو قوي، جربيها. ممكن تضيفي كمون وكزبرة، اي توابل عندك بتحبي تضيفيها حطيها. مش ممكن بس تكتفي بالفلفل الاسمر والملح بس. ما توقفيش برضو على حاجة، يعني عادي اللي موجود عندك اعمليه. هنا خلصت العصاج، وهنا بقى معايا شوية كده من الشوربة السخنة، ونزلت عليهم ب4 معالق كبار من السمنة البلدي، عشان انا مش هدهن بين الطبقات بتاعة الرقاق سمنة، انا هحط السمنة في الشوربة. ومعايا هنا معلقة الا ربع من البيكنج باودر، والبيكنج باودر هنا علشان يخلي الطبقات تبقى هشة معايا كده ومورقة، ما تبقاش مكتومة. يعني البيكنج باودر هنا بيخليها مورقة وحلوة ما تتكتمش، وهتشوفوا معانا في اخر الفيديو لما تطلع. معلش بقى انا وانا بقص في الفيديو بعمل مونتاج الحتة اللي هي بتاعة الرقاق، وانا بعمل اتقصت مني غصب عني. فانا هحكي لكم سريعا كده انا عملت ايه. انا كل رقاقة يعني سقتها كده بالشوربة، او بتسقيها كده بالشوربة، بتغطيها بالشوربة كويس، وبتحطي بقى رقات. انا حطيت 4 رقات تحت و4 فوق، يعني الصينية دي خدت مني 8 علشان الرقاق بتاعي كان سميك شوية، واللحمة في النص. وهبدأ بقى بقية الشوربة اللي كانت فاضية معايا، حطيت عليها برضو نص معلقة من البيكنج باودر تاني، وهضيفها كده على وش الصينية، وهبدأ ادخلها. انا قبل ما ابدأ في الرقاق اصلا كنت مشغلة الفرن على حرارة 120. هبدأ بقى انزلها في الرف التحتاني خالص، واول ما تاخد لون من تحت احطها بقى، اطلعها على الشبكة تحت الشواية. اول ما تاخد اللون هطلعها. نسيت اقول لكم ان انا ضفت على الشوربة الشوية اللي كانوا باقيين، ضفت نص معلقة من البابريكا وشوية كركم. شايفين اللون عامل ازاي؟ بجد جميلة، حلوة قوي في اللون والطعم والريحة.
بجد يا بنات تحفة. ضيفي جربي تضيفي الكركم والبابريكا دوت مكون جديد معانا هيخليها اللون الخطير اللي انت شايفاه دوت. وزي ما انت شايفة هي طرية من جوه، طرية جدا ومورقة، ومن فوق مقرمشة كده جميلة. بصي بقى معايا الطبقات بجد حلوة قوي. يعني عايزة بقى تبقى شاطرة في الرقاق، اعتمد الوصفة دي لانها بجد جميلة. بصوا من كتر ما هي مقرمشة من فوق ما بخبط عليها بصبعي بتعمل صوت، ولكن برضو طرية من جوه وجوسي. شوفوا اللحمة من جوه جوسي وجميلة ازاي. اتمنى الوصفة تعجبكم، وما تبخلوش عليا بقى بلايك وكومنت جميل كده بقى زيكم. وكل عام وانتم بخير، والأمة الإسلامية جميعا بمناسبة عيد الأضحى. وربنا يا رب يحقق لكل الناس اللي بتتمناه. شيل طبق اللحمه اللي هناك ده بس و... مش ده. طبق قوليلي اللحمه في هناك اهو. التعليقات بقى بتتابعيني منين، لان التعليقات دي جدا بتفرحني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.